عايز تعرف السبب الحقيقي لزيارة وزير الشباب والرياضة للنادي الأهلي يوم الثلاث؟ انتوا فاهمين. وانا رايح لبيتي لازم اعدي على النادي الأهلي، اقول المسافة واحدة بين الجميع. وعلى فكرة، انا بساعد كل الأندية حتى اسألوا النادي الأهلي. انت بتدي النادي الأهلي حقوقه، في فرق ما بين الحقوق والمساعدات والاستثناءات. السبب الحقيقي انه رايح الزمالك. بالظبط كده زي ما انتوا شايفين، قال لك ما هي زياره روتينيه، بروح الاهلي وبروح الزمالك وبساعد هنا وبساعد هنا. لا بالذمه. قعد الضحك عشان كلمه قطبين، لان مفيش حاجه اسمها قطبين، دي اكذوبه صنعها الاعلام الابيض. وبغض النظر برضو ان نادي الزمالك بيصدر ايه للمنتخبات حاليا، يعني ربنا يسترنا من الفضائح اللي حاصله في محكمه الفيفا. في تصدير حاجه تانية غير كده، والمشاكل المحليه والسمعه الرياضيه اللي مش هي. كابتن تامر عبد الحميد قال لب الموضوع. انت رايح تعرض عليهم ارض جديده، واحمدوا ربنا على اي ارض تجيلكم ليه؟ خدمه لكيان نادي الزمالك. كده كده الارض القديمه في النيابه، واحمدوا ربنا لو حد فيكم ما اتخدش فيها. ليه؟ اسالوا النيابه يا بيه. ده فيها شبهه اهدار مال عام، لكن احنا بنخدم كيان نادي الزمالك وبنحاول نجيب له ارض جديده. يلا، خلص الكلام. عرفتوا السبب الحقيقي؟ سلام.